كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الفريق خدام في الصحراء كيقلب على البترول، وكانت كايلي هي المسؤولة على موقع الحفر. في واحد النهار عرفت أن الشركة قررت تسد الموقع، فمشات عند المدير ديالها وسولته علاش. جاوبها وقال ليها باللي التجارب كاملين فشلوا والفلوس سالاو وما بقاش عندهم خيار غير يرجعوا. كايلي تعصبات بزاف حيت ما بغاتش ترجع بلا ما تلقى حتى نقطة بترول وحدة. من بعد مشات عند جاك اللي كان مسؤول على الطيارة اللي غادي ترجعهم، وبدا بيناتهم نقاش حاد حيت هي ما بغاتش تستسلم. الفريق كامل طلع للطيارة، ومن بينهم توماس اللي كان ديما كيتأخر. منين قلعت الطيارة بدا جاك يلاحظ باللي كاينه عاصفة رملية جاية في طريقهم. طلب من المساعد ديالو يقول لهم يربطوا الأحزمة، لكن العاصفة كانت أكبر بزاف من اللي تخيلوا. وسط العاصفة الطيارة بدات كتفقد التوازن، والجناح الخلفي تضرب في الرملة، والطيارة طاحت وتحطمت وسط الصحراء. من بعد الحادث جاك بدا كيحسب الوضع وعرف باللي أقرب مدينة بعيدة عليهم بحوالي 300 كيلومتر، يعني فرصة النجاة شبه مستحيلة. الموارد اللي عندهم كانت قليلة بزاف، شوية ديال الماكلة والماء ما عاد تكفيهم بعض الأيامات. واحد من الفريق طوع باش يمشي يجيب المساعدة حيت كان عداء ماراطون، لكن جاك وضح لهم أن الصحراء أخطر مما كيتصوروا. الحرارة، العواصف، وحتى الجبال المغناطيسية اللي كتخرب البوصلة. وهنا بان لهم أن الأمال ضعيف بزاف. كايلي بغات تعرف النسبة ديال النجاة، وجاك جاوبها بصراحة غير 5%. النهار الثاني واحد من الفريق خرج بالليل وما رجعش، تعرض لعاصفة رملية دفناته حي، ومن بعد لقاه جاك ميت بطريقة بشعة. الخوف واليأس بدا كيكبر وسط الجميع. هنا توماس خرج بفكرة غريبة، يعاودوا يبنيو طيارة جديدة باستعمال بقايا الطيارة المحطمة. جاك ما صدقوش حيت توماس ما كانش باين عليه فهم في الطيران، ولكن مع اليأس ما بقى قدامهم حتى حل آخر. الفريق بدا يخدم ليل ونهار كيجمعوا القطاع ويصوبوا طيارة صغيرة. وسط هادشي وقعت مشاكل كثيرة، العواصف الرملية، نقص المازوت، الإصابات، وحتى هجوم ديال قطاع الطرق اللي كانوا كيدوروا في ديك الصحراء. بعد مواجهة خطيرة مع قطاع الطرق زاد الضغط على الفريق وكل شيء بدا يفقد الثقة، ولكن توماس بقى مصر أن الطيارة غادي تطير. من بعد أيام جاك اكتشف بالصدفة أن توماس ماشي مهندس طائرات حقيقي، وإنما كان خدام غير في شركة كتجمع نماذج صغيرة ديال الطيارات، يعني كان كيكذب عليهم من البداية. كل شيء تصدم وتقلق. المدير حتى هو خرج السلاح وبغى يقتل توماس، ولكن جاك وقف بيناتهم حيت ما بقى عندهم حتى حل اخر غير يكملوا ويجربوا حظهم، يمكن يصدق وطير. من بعد العاصفة الأخرى جات وحدة قوية بزاف، دفنات الطيارة الجديدة في الرمال. بان أن كل شيء سالى والفريق كامل فقد الأمل، لكن جاك بقى كيشجعهم وقال لهم أن التعب كامل اللي داروه ما خاصوش يضيع. خوتنا بعد ما ضربوا تمارة قدروا يخرجوا الطيارة من الرملة، وجربوا يشعلوا المحرك مرة واثنين حتى خدم أخيرا. وفي اللحظة اللي بغاو يقلعوا ظهروا قطاع الطرق وحاصروهم، لكن جاك خاطر بكل شيء وقدر يقلع بالطيارة وسط إطلاق النار. وفي الأخر الفريق نجح يهرب من الصحراء ورجعوا سالمين بعد ما عاشوا أيام من الرعب واليأس، وتعلموا أن الأمل والتعاون يقدروا ينقذوا الإنسان حتى من أصعب الظروف. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوش تدعمونا بشي جيم وكومونتير وشي تعليق زوين. نتلاقاو في شي فيلم جديد وقصة جديدة. تهلاو.